أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة فكرة. ده الفيديو رقم 2 من سلسلة رحلة التغيير. لو ما كنتوش شفتوا الفيديو الأول فياريت تشوفوه، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن أو في صندوق الوصف اللي هو بيكون تحت الفيديو. ورجعوا كملوا الفيديو علشان تكونوا متابعين معانا احنا قصدنا ايه أو بنتكلم على ايه. في الفيديو اللي فات اتفقنا ان احنا هنبني عادة الصحيان بدري، علشان اتفقنا ان اول خطوة ان انت تعمل اي حاجة في يومك ان انت تصحى بدري. فانا في الفيديو ده هحكي لكم اللي حصل خلال الاسبوع اللي فات، وان شاء الله ناويين نعمل الفترة اللي جاية. مبدئيا كان اصلا الهدف من ان انا اصحى بدري ان انا ما اخدش اي ناب خالص خلال اليوم، وان انا افضل صاحية لغاية ما يجي ميعاد النوم فانام بدري واصحى بدري تاني يوم وهكذا. ولكن للأسف ده حصل في أول يوم بس. يعني أول يوم صحيت بدري فعلا وما خدتش أي ناب خلال اليوم، بس نمت متأخر جدا فصحيت متأخر فنمت متأخر وهكذا. كانت يعني الموضوع كان ما تمش زي ما أنا كنت عايزة. فطبعا قعدت أفكر في حل المشكلة دي، إن أنا بنام ممكن أقوم بدري بس أنام متأخر. طبعا مش بيكون أصلا إنتاجيتي خلال اليوم كويسة، لأن أنا مخدتش كفايتي من النوم لو نمت متأخر وقمت بدري. لقيت إن سبب المشكلة دي حاجتين. أول حاجة هي الموبايل، وده طبعا ليه تأثير سلبي جدا علينا. يعني استعمال الموبايل قبل النوم، خصوصا لو احنا مثلا قافلين النور وفاتحين الموبايل بس، فده بيأثر، الضوء اللي بيطلع من الموبايل بيأثر علينا، بيخلينا ان احنا مش عارفين ننام نوم عميق، عندنا أرق، مش عارفين ننام طول الليل، مش عارفين نقوم بدري. لو قمنا بدري فإنتاجيتنا بتكون خلال اليوم مش زي ما احنا عايزين، فيبقى ايه فايدة الصحيان بدري بقى ساعتها؟ فطبعا قررت ان انا اغير الخطة اللي انا حطاها، وهي ان شاء الله الاسبوع ده هنبني عادة عدم استعمال الموبايل قبل النوم بساعة. يعني الساعة اللي قبل الموبايل، يعني انا مثلا هنام مثلا الساعة 11 12، لو انا هنام 12 11 انا اكون قافله الموبايل اصلا والموبايل يكون بعيد عني. فده التاسك اللي احنا ان شاء الله او العاده اللي احنا هنحاول ان احنا نبنيها الاسبوع ده، ان احنا ما نمسكش الموبايل قبل النوم بساعه. هو طبعا يفضل ساعتين، بس هنحاول في الاول نخليها ساعه لغايه ما نتعود ونخليها ساعتين واكتر، لغايه ما نقلل وقت الموبايل خالص نخليه بس للضروره. وطبعا بالاضافه للوقت بتاع الموبايل ان احنا مش هنمسك، يعني الساعه اللي قبل النوم دي مش هنمسك فيها الموبايل خالص، هيكون الموبايل مقفول وبعيد عننا كمان. ان احنا مش هنشرب اي كافيين خالص قبل النوم بساعه، او ممكن دي بقى نخليها قبل النوم بساعتين، لان الكافيين طبعا بيأثر بشكل كبير. يعني لو مثلا شربت قهوه قبل النوم بساعه ساعتين مش هتعرف تنام، هيكون عندك ارق، يعني هيكون نومك متلخبط ومش عارف تنام. طب انا عايزه اعرف بقى ايه الفايده اللي هتعود عليا لما ما امسكش موبايل قبل النوم بساعه وما اشربش كافيين قبل النوم بساعتين. لما ما تمسكش موبايل قبل النوم بساعه وما تشربش اي كافيين خالص قبل النوم بساعتين، ده هيخلي جسمك ريلاكس جدا. لما تيجي تنام هتعرف تنام نوم عميق، مش هيكون عندك ارق، مش هتنام نوم متقطع تنام شويه وتصحى شويه. لما تقوم بدري هتعرف تنتج خلال اليوم، مش هتكون طول اليوم عايز تنام. مش هتكون مرهق، لان انت اديت لجسمك كفايته من النوم، فجسمك هيشتغل معاك خلال اليوم، هتكون قادر ان انت تنجز كل الحاجات اللي انت عايز تنجزها خلال اليوم بدون ما تكون بقى كسلان وعندك خمول وهكذا. يبقى ختاما كده عشان نقفل الفيديو، هنبني الاسبوع ده ان شاء الله عادة ان احنا ما نمسكش الموبايل قبل النوم بساعة خالص، انه الموبايل يكون مقفول بقى، يكون سايلنت، تحطه فوق الدولاب، تحطه فوق التلاجة، تتصرفوا وما تمسكوش الموبايل قبل النوم بساعة خالص. والاسبوع اللي بعديه ان شاء الله هنبني بقى عاده الصحيان بدري، وساعتها برضو هعمل فيديو زي ده واقول لكم ان شاء الله بقى ساعتها هيكون يعني الوضع احسن شويه.
واخيرا وصلنا لنهايه الفيديو، وساعتها هنبني بقى ان شاء الله. نسيت اقول لكم ان احنا ان شاء الله يعني هننزل الفيديوهات كل اثنين وخميس من كل اسبوع. كنت عايزه الصراحه ان انا اخليها فيديو واحد خلال الاسبوع، ولكن يعني فكرت ان احنا نخلي الفيديو مثلا اللي هو مثلا يوم الاثنين خاص بالفيديوهات بتاعت سلسله رحله التغيير، وان احنا نمشي في التراك بتاع بناء العادات ده. والفيديو بتاع يوم الخميس ان شاء الله هيكون توبيك مختلف ان شاء الله، يعني هيكون حاجات ان شاء الله كويسه وحاجات مفيده وبس. وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، ان شاء الله هوصل هناك الرحله او كل يوم اللي بيحصل فيه او التغيير اللي بيحصل. ولو وصلتوا لحد هنا فشكرا جدا عشان بتتفرجوا للاخر، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ان شاء الله. وبس كده، سلام.